السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم على عجينة في سلسلة الأربعون النووية، ومعانا النهاردة الحديث 19. احفظ الله يحفظك. عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. قول ابن عباس رضي الله عنهما: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم، يحتمل إن هو كان راكب معاه ويحتمل إن هو كان ماشي خلفه، وأيا كان فالمهم إن هو وصاه بالوصية العظيمة اللي احنا هنعرفها دلوقتي إن شاء الله. يا غلام، لأن ابن عباس في الوقت ده كان صغير، كان سنه ما بين 15 سنة و16 سنة، وفي البعض قالوا إن هو كان أصغر من كده كمان. صلى الله عليه وسلم له: إني أعلمك كلمات. ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ما قالوش على طول احفظ الله يحفظك؟ قال له إني أعلمك كلمات عشان يشد انتباهه له، لأن الكلمة دي فيها بداية لشد الانتباه، فاهتم بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك، الكلمة دي كلمة عظيمة جدا وجليلة. معناها ايه احفظ؟ معناها احفظ حدود ربنا سبحانه وتعالى وشريعته. طب هنحفظها ازاي؟ بفعل ما أمر به واجتناب ما نهى عنه، ونتعلم من الدين اللي نقوم به من العبادات والمعاملات، وندعو ربنا سبحانه وتعالى ان يثبتنا عليها ويجعلنا عليها لحد الممات. طيب لما تحفظ ربنا سبحانه وتعالى في دينه بفعل أوامره واجتناب نواهيه، هيحفظك ازاي؟ هيحفظك في دينك وأهلك ومالك ونفسك، لأن ربنا سبحانه وتعالى دايما بيجزي المحسنين بإحسانه. طيب أهم الأشياء اللي هيحفظك فيها ربنا سبحانه وتعالى هو الدين. هيمنع عنك الفتن ما ظهر منها وما بطن، أو على الأقل هيقللها كتير. كل ما ربنا سبحانه وتعالى هيشوفك فعلا طالب الهداية من جواك وحابب انك تهتدي، هيزيدك هدى. وذلك لقوله تعالى: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم. طيب نعرف من كده ايه؟ نعرف من كده ان اللي لما بيحفظ ربنا سبحانه وتعالى ودايما بيكون حريص كل الحرص ان هو يعصيه وما يجتنبش النواهي اللي هو قال عليها وما يفعلش الطاعات، فربنا سبحانه وتعالى ما بيحفظهوش لانه شايفه بعيد عن دينه. وفي الكلام ده ترغيب على حفظ حدود ربنا سبحانه وتعالى، ان الانسان لازم يكون عنده حرص على حفظ حدود ربنا سبحانه وتعالى ويعرف حدوده معاه. قوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله نفس المعنى الأول بالظبط، بفعل ما أمر به سبحانه وتعالى واجتناب ما نهى عنه. طيب معنى تجده تجاهك يعني تجده أمامك، تجاهك وأمامك بمعنى واحد. طيب معناهم إيه؟ يعني تجد ربنا سبحانه وتعالى أمامك في كل شيء، بيدلك على كل خير وبيقربك ليه وبيهديك إليه ويزول عنك كل شر ويبعدك عنه ويصرفك عنه. وأهم أنواع الهداية دي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان لما بيستعين بربنا سبحانه وتعالى وبيتوكل عليه بيكون ربنا سبحانه وتعالى حسبه ووكيله، وما بيحتاجش لأي حد أبدا في الدنيا. إلى قوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين هو الله. طيب لو كان ربنا سبحانه وتعالى حسيب الإنسان استحالة ينال سوء، لأنه هو متوكل عليه سبحانه وتعالى وحده. ولهذا قال: احفظ الله تجده تجاهك. وقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا استعنت فاستعن بالله، معناها لو أردت العون وطلبت العون فلا تطلب من أحد، اطلب من الله سبحانه وتعالى فقط، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو اللي بإيده ملكوت السماوات والأرض، وهو يقدر يعينك لو شاء ويقدر برضه ما يعينكش لو شاء. فلو أخلصت الاستعانة بالله وتوكلت عليه فعلا من جواك كده حق توكله، ربنا سبحانه وتعالى استحالة هيخذلك وهيعينك. طيب لو أنا عارف إن فلان ده هيقدر يخلص لي الشغلانة الفلانية أو الطلب الفلاني، اخليه يعيني، خليه يعينك، بس اعرف ان هو مجرد سبب، يعني ربنا سبحانه وتعالى سخره ليك ووقفه قدامك.
ولو انت استعنت عليه وحده من دون ربنا سبحانه وتعالى، فاعرف ان ربنا سبحانه وتعالى استحالة هيوفقك في الشغلانة دي، او استحالة هيوفقك في اللي انت عايزه. فلازم تعرف ان الانسان اللي هتستعين بيه هو مجرد سبب، والتوفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى في الاول وفي الاخر. صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الجملتين دول دليل على أن من نقص التوحيد عند البشر إن هم يسألوا غير ربنا سبحانه وتعالى. علشان كده العلماء قالوا: تكره المسألة لغير الله، مكروه إنك تسأل حد غير ربنا سبحانه وتعالى، سواء في القليل أو في الكثير. ولو ربنا سبحانه وتعالى أراد عونك هييسر ليك كل أسباب العون، سواء الأسباب دي مخفية أو ظاهرة قدامك، سواء كانت بأسباب معلومة أو غير معلومة. طالما عايز يعينك هيعينك. فممكن يعينك بسبب غير معلوم، وممكن يستجيب دعائك أو يقضي حاجتك عن طريق تاني خالص، إن هو يدفع عنك كل شر، سواء الشر ده انت شايفه قدامك أو مخفي عنك متعرفوش. علشان كده العلماء قالوا: لا يجوز أبدا الاستعانة بغير ربنا سبحانه وتعالى. طيب لو استعنت بحد وتوكلت على الله وعارف ان هو مجرد سبب، خلاص اتوكل على الله واستعين بيه، لكن اعرف ان المسبب في الأول وفي الآخر هو ربنا سبحانه وتعالى. قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. الأمة كلها من أولها لآخرها لو اجتمعت إن هم ينفعوك بشيء أو عايزين يعملوا لك حاجة، مش هينفعوك بشيء إلا اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه لك فقط. علشان كده نفع الخلق كلهم للإنسان، لو الخلق كلها اجتمعت إن هما ينفعوك بحاجة، فهو بيكون في الحقيقة من ربنا سبحانه وتعالى مش من الخلق، لأن ربنا سبحانه وتعالى كتب لك إن يكون ليك خير عن طريق فلان، أو يستجيب دعائك عن طريق فلان. عشان كده لازم نعتمد على ربنا سبحانه وتعالى. وعشان كده لازم نعرف إن الأمة لا يجلبون خيرا إلا بإذن الله عز وجل. صلى الله عليه وسلم: وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نفهم من كده ايه؟ نفهم من كده برضو ان لو نالك اي ضرر من اي حد، فلازم تكون عارف ان ربنا سبحانه وتعالى كتب لك الضرر ده ان هو يحصل لك عن طريق فلان. فلازم ترضى بقضاء ربنا سبحانه وتعالى بقدره. ومفيش ابدا اي مانع انك تدفع عنك الضرر، لان ربنا سبحانه وتعالى قال: وجزاء سيئة سيئة مثلها. ليه صلى الله عليه وسلم: رفعت الأقلام وجفت الصحف. جفت الصحف هنا تأكيد خلاص لكل الكلام اللي اتقال، يعني لكل اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه انتهى خلاص. الأقلام رفعت والصحف جفت وخلاص، مفيش تبديل لكلمات الله. ولكن ما تنساش ان الدعاء يرفع القدر. كانت معايا رواية الترمذي، وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك. ودي بمعنى احفظ الله تجده تجاهك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، نفس المعنى. طيب معناها ايه؟ يعني معناها لما تقوم بحق ربنا سبحانه وتعالى عليك في حال رخائك وفي حال صحتك وفي حال غناك، ربنا سبحانه وتعالى هيعرفك في الشدة. لما يزول عنك الغنى وتزول عنك الصحة وتشتد حاجتك، لأن طبعا دوام الحال من المحال، ربنا سبحانه وتعالى هيعرفك وهيعينك بالخير اللي انت عملته قبل كده لما كنت في صحتك وغناك. قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك. معناها ايه؟ معناه ان ربنا سبحانه وتعالى قدر ان هو يصيبك، هيصيبك يعني هيصيبك، فلازم تؤمن بالقضاء والقدر، فاستحالة هيخطئك ابدا ويروح لغيرك. طيب واللي ربنا سبحانه وتعالى كتب ان هو يخطئك ويروح لغيرك، فخلاص لن يصيبك ابدا، هيروح لغيرك مش هيجيلك. يبقى الامر كله باذن ربنا سبحانه وتعالى. وده بيعلمنا ان احنا لازم نعتمد على ربنا سبحانه وتعالى اعتماد كلي، اعتماد كامل. وقال صلى الله عليه وسلم: واعلم ان النصر مع الصبر. الجملة دي فيها حث على الصبر، لأن لو كان النصر مع الصبر فالإنسان لابد إن هو يصبر علشان ينال النصر. والصبر هنا بيشمل الصبر على طاعة ربنا سبحانه وتعالى، لأن طاعة ربنا سبحانه وتعالى الشيطان بيهيئها لك كده إن هي تقيلة لحد ما تتعود عليها بإذن الله. وعن معصيته، لأن برضو الحرام دايما الشيطان بيحليه في عين الإنسان، فلازم تصبر عن معصية ربنا سبحانه وتعالى. وعن أقداره سبحانه وتعالى، في أقدار مؤلمة وفي أقدار كويسة، والأقدار كلها خير، سواء المؤلم منها ولا الكويس منها. سواء شر جالك من إنسان مش عايز يسيبك في حالك، سواء ناس بتتكلم عليك كلام زور وبهتان، سواء ناس سرقت مالك، سواء بفقدان عزيز عليك، حد عزيز عليك مات. كل أقدار ربنا سبحانه وتعالى لازم نصبر عليها عشان ننال النصر. قوله صلى الله عليه وسلم: واعلم أن الفرج مع الكرب. الفرج هنا هو انكشاف الشدة والكرب، لأن الإنسان لما بيشتد عليه الهم والغم بتكون أموره كل ما عمالة تشتد عليه تشتد عليه، فاعلم أن الفرج قريب بإذن الله. لقوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. فبعد كل عسر يسرين بإذن الله.
لأن ربنا سبحانه وتعالى فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يسر سابق ويسر لاحق. قال ابن عباس رضي الله عنه: لن يغلب عسر يسرين. كده خلصنا شرح الحديث، وتعالوا ناخد كام فايدة كده مع بعض. من فوائد الحديث ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم لمن هو دونه، يعني اللي أقل منه سواء في المنزلة أو في العمر، لقوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. الحديث هنا بيعلمنا إيه؟ بيعلمنا اللي عايز يقول نصيحة أو عايز ينصح بشيء مهم لازم يلفت الانتباه الأول للشخص ده علشان ينتبه ليه، عشان يشد انتباهه ليه وياخد بالنصيحة ويحبها. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات. ومن فوائد الحديث إن اللي بيحفظ ربنا سبحانه وتعالى سواء في العلن أو في الخفاء ربنا سبحانه وتعالى بيحفظه، لقوله صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. من فوائد الحديث إن اللي بيضيع دين ربنا سبحانه وتعالى ربنا بيضيعه وما بيحفظوش أبدا، لقوله تعالى: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. طيب اللي بيحفظ دين ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيدل على كل خير وبيحفظه من كل شر وبيمنع عنه كل شر. ناخد من فوائد الحديث ان الانسان لو احتاج لمعونة يستعين بربنا سبحانه وتعالى وما يستعينش باي حد غيره. طيب ولو حب يستعين بحد غيره مفيش مانع، لكن يعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي وقف قدامه الشخص ده وهو اللي سبب له الشخص ده ان هو يوقفه قدامه، ولو ربنا سبحانه وتعالى ما حبش ان الشغلانة تتم مش هتتم. ناخد من فوائد الحديث ان الامة كلها لو اجتمعت ان هي تنفعك بشيء مش هتنفعك بالشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى كاتبه لك، ولو اجتمعت برضو ان هي تضرك مش هتضرك غير بالشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه عليك. وناخد من فوائد الحديث ان الانسان لازم يكون معلق رجاءه بالله، يعني ما يكونش معلق بغير الله سبحانه وتعالى وما يلتفتش للناس، لان الناس زيهم عند ربنا سبحانه وتعالى، يعني ما يملكوش لا نفع ولا ضر الا باذن الله. نتعلم من الحديث برضو ان كل شيء مكتوب عند ربنا سبحانه وتعالى خلاص ومنتهي منه تماما، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل كتب مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، لكن ما تنساش أن الدعاء بيرفع القضاء والقدر. فوائد في الرواية التانية أن الإنسان إذا تعرف إلى الله عز وجل بطاعته في الصحة والرخاء عرفه سبحانه وتعالى في الشدة، لأن لطف ربنا سبحانه وتعالى دائم على العباد. ونتعلم من الحديث ان الشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى كتبه عليك استحالة هيخطئك ابدا، والشيء اللي ربنا سبحانه وتعالى ما كتبهوش عليك استحالة هيصيبك ابدا. وفي بشارة عظيمة جدا للصابرين في الحديث، النصر، وهي البشارة دي هي ايه؟ هي النصر، لان النصر مقارن للصبر. في الحديث بشارة عظيمة جدا بتفريج الكرب وازالة الشدائد وازالة الهم، لان كل ما الانسان اقترب كرب شديد انتظر بعده الفرج ان شاء الله. الحديث بشارة عظيمة جدا ان الانسان لما بيصيبه عسر بينتظر بعده اليسر على طول ان شاء الله، لان ربنا سبحانه وتعالى قال: فان مع العسر يسرا، ان مع العسر يسرا، كل عسر بعديه يسرين باذن الله. فلما يصيبك عسر ما تتمردش عليه وما تزعلش وما تتضايقش، لا انتظر اليسرين اللي ربنا سبحانه وتعالى بشرك بيهم. كده خلصنا شرح الحديث، اتمنى ان هو يكون اسلوبه كان سهل وميسر جدا عليكم. ما تنسوش تدعمونا باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.